أمنا من ذا طيب يا غاية غنى جفها ينطر خير يا حكاية هنى أمنا وجه العافية ينقض محنى أمنا لو نعم أيها الأخوة والأخوات، ننتقل إلى العراق إلى مدينة الديوانية. الأخ الأستاذ العزيز عبد الرحمن الأحمد الشامي. مساء الخير، السلام عليكم دكتور، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ شريف، أهلا وسهلا. تحياتي لك من هنا من الولايات المتحدة الأمريكية. معنا الدكتور عبد الرحمن الأحمد الشامي، الأستاذ في معهد الفنون الجميلة في محافظة الديوانية. حياكم الله أستاذ دكتور عبد الرحمن، تفضلوا. حياك الله أستاذ شريف، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة المباركة لي لأكون بتواصل معكم، خصوصا مع الأخوة المغتربين في أمريكا. فحياك الله وأهلا وسهلا بكم. نعم، بالبداية نعرف معنا الأخ الدكتور عبد الرحمن الأحمد الشامي، أستاذ في معهد الفنون الجميلة في محافظة الديوانية القادسية، أحد الزملاء أيام الدراسة. تحياتي لك دكتور وأهلا وسهلا بكم معنا، ونرحب بك. بالبداية نتقدم لكم بأسماءات التعزية والمواساة بشهادة الزهراء عليه السلام. عظم الله لكم الأجر وتقبل الله عزاءكم بأحسن قبول. نعم، لابد من التعريف بالهوية لضيفنا الكريم من الديوانية حتى يعرف المستمعين من معنا مباشرة على الهواء. لكم الهواء أستاذ عبد الرحمن، نبذة مختصرة عن حياتك الدكتور عبد الرحمن الأحمد، تفضلوا. نعم، الاسم عبد الرحمن علوان حسن الأحمد الشامي، تولد عام 1968، حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية. بعد ذلك حصلت على شهادة الماجستير في اللغات العربية، قسم اللغة. ثم حصلت على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي في الشعر العراقي الحديث، في تخصصي في الشعر الحسيني حصرا. طبعا كتبت الشعر في وقت مبكر، لكن جنابك تعرف ظروف العراق، كانت مجرد هواية، وأيضا كان ينتابها عدم الرغبة بحسب الظرف السائد آنذاك، أيضا لصعوبة الظرف، والكلمة كانت تباع أيضا. ابتعدت عن الشعر سنوات طويلة جدا، ثم عدت إلى كتابته بعد عام 2003، ولا أعد نفسي شاعرا بحيث أني لم أطبع أي مجموعة شعرية، مع أنه لدي أكثر من 3 مجاميع شعرية مكتوبة أو قيد الطبع. ولكن أنا متواصل مع الشعراء وأحضر مهرجانات كثيرة، ولي حضور ولله الحمد في محافل إذاعية وقنوات تلفزيونية. وأيضا لدي كتابان أيضا على في قيد الطبع، منهما ما يخصان رسالتي في الماجستير المشتقات في القرآن الكريم، ودراسة دلالية، وأطروحتي في الدكتوراه الشعر الحسيني العراقي الحديث من عام 1950 إلى 2010، وكتاب لغوي آخر، وكتاب في العروض. نعم أستاذ شريف. نعم دكتور، متى بدأت بدايتك الشعرية؟ يعني هل بدأت من الإعدادية في الجامعة؟ وأين بدأ الدكتور عبد الرحمن بدأ يذهب إلى الشعر؟ متى بدأت بدايتك الشعرية؟ وكيف تصف، والسؤال الذي يليه، كيف تصف الحركة الشعرية والحركة الثقافية في العراق؟ نعم تفضلوا. أي نعم بالضبط، كتبت الشعر بالإعدادية تقريبا. نعم. لكن كانت بدايات لكتابة الشعر، ثم بدأت أكتب بشكل واعي ومنضبط تقريبا في الأول جامعة أو ثاني جامعة. كتبت قصائد كثيرة من صادفة الانتفاضة الشعبانية مع بدايات الشعرية، فكانت كثير من قصائدي التي كتبتها أيام الانتفاضة. نعم. ولم أظهرها في وقتها باعتبار قمع السلطة آنذاك بالتأكيد. نعم. كانت الثمن يكلف حياتك ويكلفك أمور أخرى، يعني ثمن باهظ تعرف جنابك. نعم.
وأيضا هذه القصائد بعد ذلك أيضا لم أقرأها ولم أنشرها، باعتبار هي كانت تمثل البدايات الأولى، وتعرف البدايات الأولى بالتأكيد ما تلبي رغبات الشاعر أو المبدع فنيا. لذلك هي بقت قيد الحفظ، لكن هي قصائد كثيرة وأفكر أحيانا أن أنشرها. فكانت هذه البدايات الأولى هي الكتابة عن الوطن، عن المعاناة، عن الانتفاضة الشعبانية خصوصا. نعم. نعم. دكتور، طبعا أذكر الأخوة والأخوات معنا الدكتور عبد الرحمن الأحمد، الأستاذ المحاضر في معهد الفنون الجميلة، وزميلنا كان مشارك معنا أيام الانتفاضة في العراق بين 91، لكن بقى في العراق من عائلة مجاهدة عرفت بمعارضتها لنظام صدام في تلك الفترة، وذكي جدا في الإعدادية الدكتور عبد الرحمن، طيب وخلوق من خلال معرفتي وتلك السنوات التي عشناها معا. دكتور، كيف تقيمون الآن الحركة الشعرية في العراق؟ وإذا لديك قصيدة على الانتفاضة لا بأس بذكرها في هذا البرنامج. الآن نتحدث عن الحركة الشعرية، الحركة الثقافية والحركة الأدبية في العراق، باعتبارك أنت في محاضر في معهد الفنون الجميلة وأيضا ضمن الأدباء، اتحاد الأدباء العراقيين. كيف تقيمون الحركة الفكرية، الحركة الثقافية الآن في العراق؟ كيف تراها؟ والله أستاذ شريف، في الحركة الثقافية عموما، الحركة الشعرية والأدبية بشكل خاص، أولا لابد من المقايسة أو المقارنة ما بين الوضع الحالي وما بين 2003. طبعا كل ما يقال عن الوضع الحالي وسلبياته وما ينتابه من أمور كثيرة، لا المقام ربما يكون غير ملائم بالحديث عنها، لكن عموما الوضع الثقافي الآن أفضل بكثير مما قبل 2003، مع ما فيه من سلبيات، وهو طبعا ليس بمستوى الطموح إذا ما قيس مع التجارب إقليمية وعالمية، وإذا ما قيس مع طموحنا وأملنا اللي كنا نبني عليه آمال. لكن بشكل عام الحركة الثقافية الآن في العراق تشهد فعاليات كثيرة، وتشهد حراك يومي تقريبا في مهرجانات كثيرة وفي فعاليات. السبب الرئيسي هو ليس دعم الدولة طبعا، لأنه أنت تعرف جنابك مع الأسف الثقافة في العراق كأنه ليست هم حكومي، بدليل أنها حتى في المحاصصة السياسية أصلا مدارة الثقافة في جدول السياسيين هي فضلة، شيء زائد، فما تكون ضمن القائمة الدسمة، قائمة المحاصصة. ولهذا الثقافة في العراق حكوميا هي طبعا ليس بمستوى الطموح، لكن السبب الرئيسي اللي خلى الثقافة تتفعل نوعا ما هو الفسحة الكبيرة من الحرية، بحيث أن الشاعر أو الأديب لديه مجال ومساحة كبيرة من النقد والتحدث عما يدور داخل البلد من فساد ومن انتقادات ومن تصحيح المسار. الشاعر يصعد على المنصة فيتحدث عن الوضع وينتقد السلطة بشكل علني، ليس كما كان سابقا قبل 2003. أيضا بحبوحة الحرية اللي نتمتع بها، وهي أدت إلى أنه قيام الكثير من المؤسسات الثقافية الشعبية وليست الحكومية، لأنه جنابك تعرف الحكومية اتحاد العام للأدباء والكتاب وموجود، وأيضا أنشأوا قصور ثقافية هي ليست من مستوى الطموح. لكن أنت حينما تتحدث عن المؤسسات الثقافية الشعبية اللي أنشأوها ناس محبين للثقافة متخصصين والله منعم عليهم بإمكانيات مادية، لا مراكز كثيرة، يعني كالمكتبة الأدبية المختصة في النجف الأشرف مثلا، مجاميع شعرية كمجموعة المتنبي في بغداد، المقاهي أيضا فعلت، المقاهي الأدبية أصبحت مقاهي لكن هي فيها مكتبات وفيها نشاط ثقافي. أنا أمس حضرت في الشامية في الديوانية افتتاح المنتدى العراقي الأدبي في الشامية. هو صحيح منضوي تحت لائحة اتحاد الأدباء، لكن هو بجهود أهل الشامية وإمكانياتهم الذاتية، وطبعا
عندهم خامات وعندهم قدرات يعني جيدة وممتازة، على رأسهم الأخ الشاعر معن غالب سباح وآخرون. فهذه المؤسسات الثقافية بالحقيقة أضافت الكثير إلى الثقافة، وطبعا في الغالب يكون في مجال الشعر، لكن احنا نطمح أن تهتم الدولة والحكومة تكون لديها استراتيجية بعيدة المدى للاهتمام بالثقافة وحقول المعرفة بمعناها العام، الشعر، السرد، المسرح، تأسيس دور سينما. هذا الشيء طبعا مع الأسف فيه تلكؤ كبير من الجانب الحكومي، لكن كما قلت المشهد الثقافي لا، فيه فعاليات كثيرة، وكما يقال إن الشعر يولد عراقيا، وبالفعل شعراء الآن عراقيون يملؤون الساحة وأصواتهم تصل إلى أبعد نقطة في بقاع الوطن العربي، بما يمتلكون من إمكانيات معروف عن العراقيين في هذا الاتجاه، اتجاه الشعر. فالمشهد الثقافي باختصار شعبيا وبما أدت إليه الحرية موجود بشكل جيد، لكن تقصير حكومي واضح في هذا المجال. نعم دكتور، لكل شاعر تجربة ولكل شاعر من يقتدي به. هل ما هي تجربتك الشعرية، ومن من الشعراء الذي تأثر بهم الدكتور عبد الرحمن الأحمد الشامي؟ نعم. نعم بالتأكيد، باعتبار دراسة أنه دراسة أدب عربي وقريب من الشعر. بالنسبة للقدماء أنا مغرم بالمتنبي وبالجواهري من شعراء العصر الحديث، من القدماء المتنبي والشعر الحديث الجواهري، لكن لدينا أيضا قدرات ممتازة وشعراء رائعون في العراق أيضا تأثرت بهم. الشاعر مثلا نجاح العرسان، الشاعر شاكر الغزي، شعراء من النجف، وهاب شريف، مهدي النهيري. بالحقيقة تطول القائمة، وشعراء رائعون في العراق أقرأ لهم كثيرا. نعم. ما هي أكثر القصائد التي كتبها الدكتور عبد الرحمن الأحمد وكانت ترافقه وله تأثيرها ووجدانها؟ فهل هناك قصيدة لها تأثير، وإذا كان هناك مجال لابد من الاستماع إليها؟ والله نعم كتبت، لكن أقرب قصيدة إلى نفسي هو ما كتبته عن والدتي رحمه الله تعالى. الله يرحم الوالدة. نعم. الله يرحم والديه. نعم. تفضلوا. نعم. قلت فيها: وفي مثل هذا اليوم كانت تسافر بعيدا، وصوت الله في الفجر هادر، رأيت رماد الحزن يلهب أدمعي، ويصرخ يا أماه طفل محاصر، وحيدا إذا الأيام تنشب نابها، وما حيلة الأغراب لو جار جائر، كأني بلون الفجر أبصرت وجهها يغار وجه الفجر، والوجه آسر، ونور على الخدين يختم عمرها، وقد جفت الأقلام والنعي دائر، رسمت بلون الحزن ثغرك حينها، وعيناك في الأيام سحر مغامر، وما زلت حتى الآن أشهق عطرها، يسافر نحو الله حين يسافر، وكنا إذا الأيام تمنع قوتها على دكة التنور كانت تسامر، تعض على الجنبين شوط حنينها، ويخفي لهيب الجد قلب مكابر، كأن رغيف الخبز يسأل كفها ليقهر كف العوز حين يحاصر، تهز جذوع الصبر وقت صلاتها، فيهدق في الوديان غيم يماطر، كبرنا وذي الأيام تشعل شيبها، وذا الخير من كفيك للحين عامر. نعم ساشي.
رائع دكتور، شكرا لهذه القصيدة وهذه الكلمات الرائعة. الله يرحم والدتك إن شاء الله ويرحم جميع الأمهات الذين ذهبوا إلى العلي والقدير. شكرا لك دكتور، تأثرنا بهذه القصيدة الرائعة. دكتور، هل لديك حبيبي. قصائد حول الانتفاضة على سبيل المثال، قصائد كتبتها أيام الانتفاضة عن بعد الانتفاضة؟ والله كتبت كثيرا مع الأسف، لكن كما قلت هي قصائد مظلومة، حتى هي بعيدة عن قصائدي فيه. نعم. في زاوية بعيدة، لكن أتذكر شيئا مما كتبت. نعم نعم، ولو كانت أبيات قليلة. نعم تفضل. أتذكر نعم، كنت وقتها في ريعان الشباب وأيام الحرب والانتفاضة. نعم. أتذكر قلت: أماه يا أماه، بت وحيدا خائفا، رحلوا عني الصحابة، جسدي صفصافة عارية، صارت رمادا من رماد الغابة، وعمري العشرين مات صباه وأنا شبابه، وها أنا لا أملك غير المداد وكراريس الكتاب. نعم، هذه في وقتها كنت نعم. طالبا في الجامعة. نعم، إن شاء الله سنأخذك في حلقة قادمة إن شاء الله تتحدث عنا عن قصائد الانتفاضة. الآن التجربة الشعرية مع الإمام الحسين عليه السلام، هل لديك قصائد في هذه التجربة الشعرية مع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ نعم. الحمد لله أنا تخصصي في الشعر الحسيني وأكتب كثيرا في هذا المجال، وإن شاء الله لدي مجموعة شعرية عن أهل البيت سلام الله عليهم. نعم، كنت في أحد الأيام ضيف على أحد القنوات، أعتقد قناة الصراط في الأخوة في لبنان. نعم. تحدثت في قصيدة عن الإمام الحسين. اسمعنا ماذا تقول في سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نعم، هذه إحدى القصائد في الإمام الحسين عليه السلام. نعم. وكتبت في سفر الخلود خلودا، ورسمت في كل الجهات صمودا، تتخبط الآراء تشتبك الرؤى، ودماك ترسم في الشتات حدودا. ما كانت الأحرار تنشد عشقها، حتى عزفت على السماء نشيدا. هم يسألون الله نيل شهادة، ويريدك الرب الشهيد شهيدا، ليدور نهر العاشقين جداولا، ما دمت في جسد الحياة وريدا. للحب أزمنة يخف وصالها، وزمانك الكوني ضج ورودا، فتفرعت منك الشمائل والندى، يا خير من سكن الأديم جدودا. من لائك اللاءات أذهلت الردى، وتدفق الهمس الحزين رعيدا. يا أيها الملك المهاب على الثرى، صاروا بقتلك يا حسين عبيدا. كانت ثياب القاتلين سليبة، وثوبك في العراء جديدا، وشفاهك الظمأ تغازل غيمة، ليقبل المطر الغزير خدودا. ما كانت الآفاق تلبس حمرة، حتى نسجت من الجراح صعيدا. خجلا عيون الشعر تلتمس الصدى عطشا، وتسكب من نداك مزيدا. كل القصائد لو تطول هوامش، ما دام نصك في الوجود قصيدا. نعم ساشر. نعم، أذكر الأخوة والأخوات معنا الشاعر والدكتور والأديب المحاضر في معهد الفنون الجميلة في محافظة الديوانية القادسية، الأخ الدكتور عبد الرحمن الأحمد الشامي. هل كتبت دكتور عن الوطن، عن الوجدان، عن الحياة، عن الطبيعة، عن الحب، عن كل شيء؟ ماذا يجود الدكتور عبد الرحمن في هذه اللحظات التي نستضيفهم من العراق؟ نعم. نعم كتبت في هذا المجال. نعم. أقرأ لك أبيات من نعم. أي الأبيات المتوفرة لديك؟ نعم. أقرأ لك مقطوعة قصيرة عن
عن الشهداء برؤية أخرى. نعم. مقطوعة قصيرة حتى الوقت يسعفنا. نعم. قلت: نصر بطعم العيد أو أحلى، ومرارة تشقى بها الثكلى، نصر بلون العرس يا وطني، أو ما ترى زفاتهم تترى، هم يأسرون الموت يا وطني، وتراهم في عشقك الأسرى، عادت وما عادت فوارسها، أنا وقد كانوا بها صرعى، ساروا قبيل الفجر يأسرهم حب وهم في حبهم أدرى، ومتاعهم صور تسامرهم، عاشوا وماتوا أمرهم ذكرى، وهبوا الحياة حياتهم فغدت دنيا، ولكن غادرت حيرة، ما عادت الأنبار مورقة حتى سقوها غيمة حمراء. نعم أستاذ شيخ. نعم، الله يبارك فيك. الأخ الدكتور والشاعر والأديب عبد الرحمن الأحمد الشامي من محافظة الديوانية من العراق، تحياتي لك دكتور. كيف الآن ترون المنهج التعليمي باعتباركم أنت أستاذ في هذا المعهد، معهد الفنون الجميلة؟ كيف الآن الوضع التدريسي التعليمي في العراق بشكل مختصر يعني؟ والله يا أستاذ شريف، أرجع وأقول السبب الرئيسي والخلل هو طبعا كبير، أنه لا توجد استراتيجية واضحة في كثير من المشاكل الموجودة، لا توجد رؤية ولا فكر، ومع الأسف هناك أصحاب الشأن والناس المتخصصون في هذا المجال مبعدون، والذي يدير العملية التعليمية وما سواها من العمليات الأخرى هم بعيدون عن الاختصاص الدقيق. يعني شيء مؤسف أن تجد مثلا مديرا عاما في محافظة ما تخص بالشهادات العليا وبالخبرات الطويلة، وتأتي إلى قمة الهرم، وشيء مؤسف، تراه شيء مؤسف مع الأسف، بعيدا عن التربية ومدخلاتها ومخرجاتها وبرنامجها. مع الأسف عموما العملية التعليمية في العراق ينبغي أن تعالج معالجات جذرية على مستوى المنهج. وتعرف جنابك حينما نقول المنهج يعني ليس فقط الكتاب، المنهج يشمل سياسة تعليمية وبرنامج طويل يخص الكادر ويخص الكتاب ويخص المؤسسات التعليمية. مؤسف أن ترى مدارسنا في كثير من المناطق أبدا لا توفر فيها مؤهلات، مع الأسف مؤهلات تعليمية، وإن وجدت فهي قليلة جدا. ويعني نحن مع الأسف الآن أغلب أولادنا نأخذهم، يعني تعرف أنه كانت مدارسنا قريبة وكذا، الآن لابد أن تأخذ ابنك بسيارة وكذا وبعيدة عن مناطقنا. وأيضا التعليم الأهلي والمدارس الأهلية، وهذا الحديث طويل عريض. عموما أيضا تبقى العملية مرهونة بجهود ذاتية وكادر تعليمي، كادر تعليمي يعمل بجهد ذاتي. نعم الحمد لله والشكر، يعني المعلم والمدرس في جانب ما يتقاضاه أكيد شيء جيد، هذا يحسب للحكومة، لكن ما يخص المؤسسات التعليمية، المدارس، المنهج، توفير مستلزمات الدراسة الكريمة للطلاب، الأستاذ شريف يحتاج الكثير حتى نكون على مستوى يعني أدنى إذا ما قورنا مع وراضين بهذا الشيء مع دول الجوار. يعني احنا ما نريد مستواهم، وإنما قيامنا معهم بأي درجة بحيث توفر لنا فد جو وتعليمي ومناخ تعليمي مناسب لأبنائنا. لا بالتأكيد نعم. الوضع التعليمي في العراق يحتاج إلى الكثير. نعم، شكرا لكم دكتور، بارك الله بكم. إن شاء الله سيعاد بث هذا البرنامج يوم الاثنين مساء في تمام الساعة 11 ليلا. شكرا لكم دكتور، نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات. شكرا كنتم معنا ومن خلال برنامج إذاعة صوت المهاجر من أمريكا. تحياتي لكم ونتمنى لكم التوفيق. كلمة أخيرة دكتور، تصبحون على خير، الوقت متأخر لديكم الآن في العراق. نعم.
طبعا أكرر شكري لك أستاذ شريف خصوصا ولكادر إذاعتكم المباركة، وأنقل تحاياي الخاصة وتحايا أسرتي وتحايا نيابة عن زملائي وأصدقائي وأهلنا جميعا إلى أخوتنا وأعزائنا في الغربة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا وأن يرجعكم إلى بلدكم وإلى دياركم وأنتم في أتم الصحة والعافية والخير، وبلدكم أيضا في أحسن حال إن شاء الله تعالى. آمين إن شاء الله. تحياتي لك الدكتور. كان معنا الأخ الدكتور عبد الرحمن الأحمد الشامي، أستاذ المحاضر في معهد الفنون الجميلة بمحافظة الديوانية القادسية. شكرا لكم دكتور، تحياتي لكم، تصبحون على ألف خير. وأنت من الخير، مع السلامة، شكرا جزيلا. مع السلامة. حياك الله.